في مشروب نازل في السوق جديد او مش جديد، يعني هو المشروب دي من زمان. اسمه مشروب طاقة، اسمه ستينج. هيبان صورته دلوقتي قدامك على الشاشة. اتمنى اللي يشوف الفيديو ما يوقفش الفيديو عنده، ينشر الفيديو على اوسع نطاق، لان المشروب ده خطر على الاطفال وحتى الكبار وحتى الشباب. المشروب ده هعرض لك الفيديو دلوقتي، لان في حد بعت لي وقال لي ابني انصاب. ابني باللفظ كده قال لي ابنه انصاب بفشل كلوي بسبب المشروب ده. الدكتور اكد لي قال لي ابعدي ابنك عن المشروبات دي، لان المشروبات دي بتتعمل من بير السلم. هعرض لك الفيديو على الشاشه دلوقتي عشان تعرف ان فعلا المشروب ده مضر جدا، مضر جدا، بيتعمل في بير السلم. المشروب تاني اسمه الستينج. اللي هيبان دلوقتي اسم المشروب على الشاشه. اتمنى ان محدش يشربه ولا حد يجرب له ولا يشتريه، لا اطفال ولا شباب ولا كبار سن، لان المشروب ده مضر جدا للصحه. بيسبب سرطانات وبيسبب فشل كلوي وبيسبب بلاوي سودة كبيره خالص. هتبان لك من الفيديو وهتعرف من الفيديو دلوقتي ان فعلا المشروب ده بيضر الانسان، بيضر الانسان جدا، وبيجيب فشل كلوي وبيجيب سرطانات لجسم الانسان. هعرض لك ان الفيديو وتصنيع مراحل تصنيع الستنج ده عشان الناس تتعظ بس. واتمنى لو شفت المحتوى بتاعي، انا هنا بعرض هنا في قناتي او في صفحتي على الفيسبوك في حكاوي الغلابه، بعرض اي مشكله حد بيقول لي اتكلم عنها، بعرض اي مشكله حد بيقول لي اتكلم عنها. فمشروب الستنج ده يا ريت ما حدش يشربه تاني ولا يشتريه خالص، مضر مضر مضر، باكد المره مليون. مشروب الستنج ده مضر جدا، مضر جدا للاطفال والشباب وكبار السن. اتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل عليكم، انا بفيد الناس مش بضر حد. انا بعرض لك مشكله وانت ليك حريه اختيار انك تشرب او ترفض. انا هنا في قناتي وفي صفحتي على الفيسبوك صفحه حكاوي الغلابه بعرض لك المشكله، وبعرض لك اللي حد قال لي اتكلم عنه، لان ابني انضر منه. في حد دخل كلمني وقال لي ابني انضر من الستنج ده، فيا ريت تخش تتكلم عن الموضوع ده. فانا هنا بتكلم وبعرض المشكله. فاتمنى ان يشوف الفيديو ينشره على اوسع نطاق. مش هطول عليك كتير، وهتشوف دلوقتي الفيديو هو بعدة مراحل الستنج ده. المشروب اسمه مشروب الطاقه، منتشر جدا بين الشباب. شوف الفيديو ده وانت اللي تحكم في الاخر. بتاع بقى ده هو مكان طبعا كان حوش بتاع بهايم في الجبل، عاملين له خط انتاج خزانات جايبين فيه المادة اللي بيعبوها من أول تلات خزانات، أحمر وأخضر. تلات خزانات أهو بيعبوا منهم. تغليف مواد الايه؟ لسه يا باشا، ده خزانات. تغليف اهو. كل خزان بيحتوي على لون معين، يعني في اللي هو الاحمر والاخضر والثالث. طبعا ده بتاع سخان حراري عشان يغلف المنتجات والمنتج. وده التغليف النهائي قبل البيع على طول. طبعا تم الضبط بمعرفة مدير إدارة تموين هندسة الأستاذ محمود عباس، ومكتب حماية المستهلك بهندسة الأستاذ عباس كامل، والأستاذ عبد الغفار سيد، والعم محمد أبو صالح من مباحث التموين، وجاري التحفظ على الكمية.